حابب انبهك قبل ما تبدا الفيديو ان الفتى اللي بيطبخ في الفيديو ده انا غير مسؤول عنه. دي كانت مهاراتي في الطبخ السنه اللي فاتت. الفيديو ده متصور تقريبا 22 رمضان من السنه اللي فاتت. حاليا الوضع اختلف تماما، اصبحت من التوب شيفs على العالم، يعني زي ما انت عارف اكيد سمعت عني يعني. مهزر طبعا، لكن الوضع افضل بكتير. فمشاهده ممتعه. من قلب الجيزة، حيث يقطن العديد من الطلاب في مكان تفوح منه رائحة التستوستيرون، يحاول هذا الفتى طبخ الإفطار الرمضاني، فهل سينجح؟ هذا ما سنشاهده. الشيف المزوني. ايه الاخبار يا معلم؟ اي هوب يو ار فاين. انا مازن مصطفى ودي مزون الحكاوي وراغي على هاوي. المهم دي حلقه جديده، تمام؟ هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل فطارنا النهارده كام؟ زي 22 رمضان صح؟ تقريبا النهارده 22 رمضان. كيف مسلم انت وما تدري النهارده كام رمضان؟ المهم معلمي، النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل كده بالسريع حاجه نفطر بيها، بما اني ما بقتش حمل اكل المدينه على عيال الموجي. فايه هنعمل النهارده؟ حاجه بسيطه وسريعه. هنعمل بطاطس، تمام؟ بس فهي الفكره كلها، انا لا صاحب وصفات ولا هي الفكره كلها ايه؟ والله بحمل فيديوهات بس قبل ما اجيب البيت فيها وصفات طبقها عشان اكل اكله لذيذه وسريعه، او حتى لو تاخد ساعات. فمن غير لك كتير، يلا بينا نبدا. يلا بينا عزيزي المشاهد. هنبدا اول حاجه بالايه؟ هنحط نقطه زيت في الطاسه. جميل الكلام. اوبس، يبدو ان الواحد سخنها بزياده، فخلي بالك. احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنوطي البتاع ده كده شويه، تمام؟ والزيت اعتقد ان هو مش كافي قوي. تستنى عندك في الاوضه شويه، هنحتاجها تقريبا. المهم يا سيدي، ننزل بالايه؟ بالاسموكيه بالزيت كده. نقفل ازازه الزيت، نحطها على جنب. اوكي نيجي بعد كده بالايه؟ بكيس الطماطم. انا عندي واحد قديم مش عارف شغاله ولا لا. انزل يا معلم، انزل، العب. دي غلطه مني، المفروض ان انا كنت اوطي النار اكتر من كده مش عمال اتلسوع. تعرف ان انا قلت لك الموضوع ده امبارح صح؟ قلت لك امبارح. كانت ذكرى جالي على الانستجرام الميموري بتاعت ايام ما كنت في ثانويه عامه وقعدت في البيت لوحدي. كنت بتفرج على ابراهيم الابيض. فالمهم ولعت في حاله الفشار. ايوه، جيت اعمل فشار، فالحله، اللهم صل على النبي، الحله ولعت. بشيل من الغطا من عليها، لقيت لك النار قبل فوق، بس ملحوقه يعني. تنزل يا صديقي بالايه؟ بكيس الطماطم، تمام؟ يعني حسب الرغبه برضه. احنا محتاجين ميه، انا محتاج اغسل ايدي. حاله كرب خالص. نظف مكانك عشان تبقى شيف ايه؟ شيف محترم. قلب 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 قلب. حلو الكلام. سيبها بس تاخد ايه؟ تتكتك تكتكتين، وانا هروح اغسل ايدي واجي. اول ما تتكتك التكتكتين تبتدي بقى ايه؟ تقلب تقلب تقلب. جميل الكلام، عشان كلها تتظبط. خلي بالك الطاسه دي فيها مشكله، ان هي جزء بيوصل للحراره وجزء لا، عشان برضو بتاعه صغيره، الطاسه كبيره نوعا ما. فنقي الحته اللي النار واصله لها عشان يستوي الاكل. تمام. تيجي بعد كده بالايه؟ بالتوابل. شويه ملح، تمام؟ فلفل اسود. بس انا الفلفل الاسود عندي خلص للاسف ونسيت اجيبه وانا جاي من البيت. وهنحط ايه؟ زعتر. ايطاليانو يعني، فاهم؟ فاكر زعتر ولا احط تاني؟ على حسب الظروف. ما يدورش، على حسب الرغبه. الدور على مين؟ الدور على البابريكا. افتح البابريكا، انزل بشويه بابريكا. دي مش وصفة، ده توافر أي يعني فاهم، ده اللي موجود عندك وتعامل. في حاجه تانية عندي عايز اضيفها، في كمون، بس انا مش حاسس ان انا عايز احط كمون. في بهارات فراخ. دي افتكاسه مني انا دي افتكاسه مني. اللي فات كان إيه؟ اللي فات كان زعتر. دي تقريبا بهارات فراخ. فانا هحط شويه عشان احنا هنعمل ايه؟ بطاطس بالبانيه. فتبقى يعني الايه؟ الصلصه مكسه كده، طعم فراخ او بهارات فراخ، فاهمني؟ ممكن برضو نحط توابل تاني في الايه؟ اللهم صل على النبي، قول معايا، في البطاطس. تمام. قلب قلب قلب. دي تقليبه، بس انا لو منك يعني هقلب بحاجه خشب عشان بتاع الطاسه دي ما تتجرحش. تمام. انت ماما مبسوطه قوي بتشوف الفيديو ده بالحاجات دي. المهم يا سيدي، بس العدم متوفر معلقه خشب، فهنحاول ما نجرحش واحنا بنعمل كده.
قلب قلب. اول بس ما تبتدي تبكبك حاجه بسيطه ايه ننزل عليها بالميه، وبعد كده نسيبها تتسبك عبال ما نروح نقطع الطماطم والحاجه. فانا هنزل بكل الصلصه اللي فيها في المنطقه اللي النار بتوصل لها، اللي هي هنا مثلا، عشان انا هسنطر البتاع هنا وتمام. اول لما تبك ايه وتسيب معاها طاسه عشان متعرفش تمسكها، انت مجنون؟ لا عادي عادي، النار مش حاميه لهذه الدرجه يعني، فاهم؟ هنعرف نمسك المعلقه عادي. بس هي ابتدت تبكبك فهنسيبها يعني ثواني بسيطه كده، وبعد كده ننزل بايه بالميه. يجي مني يا بختها بايه. اديها تقليبه عشان ما تمسكش في الطاسه يا حبيب اخوك، تمام؟ وايه هتنشف كده هي مننا، فهتنزل عليها بالماء شويه ميه كده عشان تتسبك فيها. حلوه كده، سنه كمان ما تضرش كده. كان الميه تبخر بس تاخد وقت اطول، فخلي بالك بقى. وقلب قلب 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 وسيبها ايه تتمكس مع بعض، يعني قلب بحيث انها خلاص يعني تفتفت كده في الميه. يعني ديك شفت بقت تقيله عامله ازاي. حلو الكلام حلو الكلام. قلب 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 قلب، وبعد كده يا معلمي سيب الحاجه تاخد وقت. فاحنا هنسيبها هنا وبعد كده نروح نعمل ايه، نقطع الحاجات. فضينا زي ما قلت لك الطماطم او الصلصه، هتنزل بشويه زيت على شويه الادام اللي فضلوا من الصلصه. اول لما يبتدي يسخن تنزل بيه يا معلم، تنزل بالبصل على طول. المفروض ان الزيت ده يقعد معايا الاسبوع كله. صباح الفل. تمام. الزيت ابتدى يظبط معانا يا معلم، هتنزل على طول بالايه، بالبصل. انزل تش 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 بسرعه بسرعه بسرعه. ورق حقوق ده بس مش تبعنا. ادي وش كده بسرعه ياخد. بص خد اللون الاحمر ازاي بتاع الصلصه. يا نهار ابيض على الحلاوه. قلب قلب وافصل ايه، وافصل الحاجات اللي ما اتفصلتش دي عشان ما يبقاش مكتله وانت بتاكل. شايف انا حاسس ان انا قلبت قناه طبخ بدل ما هي مشاركه يوميات نوعا ما. مش عارف انا قلت الموضوع ده ولا لا، بس الصوت التريكه في المقطع اللي فات ولا ايه ما كانش ظابط معايا، فمعلش بقى لسه واخد بالي ان هو ما كانش بيسجل، او خدت بالي في المقطع اللي قبليه. المهم هنسيب البتاع ياخد لون كده في السريع ويا معلمي، بعد كده ننزل عليه بالبطاطس. عبال ما البصل يخلص هنكسب وقت يا معلمي، ونقطع البانيه ترانشات صغيره عشان نحطه في البطاطس، عشان هي بطاطس بالصلصه بالبانيه. طبعا لازم تكون غاسل ايدك، ده رقم واحد. انت شيف يعني، مش محتاجه اعلمك بقى، انت المفروض فاهم الدنيا بتقول ايه. بص كده زياد البصل خد لون ولا لسه؟ اخد لون حلو قوي. هتركن لي بقى هتركن لي بقى البتاع على جنب، فاهم؟ تركن لي البانيه على جنب وقطعه حته صغيره على حسب الرغبه، بس طبعا ما تهروش يا معلم. تمام. وانقل بينا على البصل. كادر وان شوت ابن لذينه ده. عادي تحصل مع اشطر المخرجين، فاهم؟ وانا لسه مش اشطر المخرجين، فازاي تحصل معايا؟ يا عم بقى الامكانيات على قد. بقول لك انت مش شايف بنعمل على البوتاجاز ازاي. المهم يا معلمي خلاص البصل ايه ولا البوتاجاز بتاعنا يعني، فاهم؟ البوتاجاز عايز يتصلح، كنت هصلحه في الفيديو ده بس للاسف الوقت ما كفاش. تمام الدنيا كده تمام. هنقوم عاملين ايه، ننزل بالبطاطس والفلفل اللي احنا قطعناه. هوبا زي برضو ما عملنا في البصل. حاول تفصص البطاطس، ان البطاطس متقطعه، حاول تفصصها عن بعض عشان تنجز. بس الله يكرمك. بص هديها تشويحه كده تمام، وتنزل بالتوابل بتاعتك، وبعد كده ننزل عليها بميه ونغطيها. فايه التوابل بتاعتي غالبا هي نفس التوابل بتاعت الايه يعني فاهم. الزعتر ده لا ده توابل الفراخ تقريبا. بص يعني حط اللي انت عايزه، ما اختلفناش. فهننزل عليه توابل الفراخ تمام. سنه كمون عشان ده احنا اول مره نستعمله، تمام؟ حاسس انك كترت في الكمون. وحبيب الكل الزعتر. انزل يا معلم بالزعتر. انا نسيت الملح ونسيت احط سنه سكر على صلصه الطماطم، بس عادي يعني. يلا عادي بتحصل، محدش قال هتدوم. نيجي ونرحل ونتمحي ونقول ومش فاضل مني اكتر من اللي راح بقى. انا اسف لو باجي عليك. انزل بسنة الملح، اعطيها واحدة ايطاليانو، سنة كمان، بس كده معلمي. قلب 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 قلب. حاول تقطع البطاطس عشان تستوي بسرعة، عشان اتبقى على المغرب. يا نهار ابيض. المعلقة وقعت. قلب عشان ننجز في السريع. الله يكرمك. بتاع السخان ده على الاخر. شامم الريحة بالله عليك؟ شامم؟ يا سلام. بس ريحة
يعني ريحه اكل احسن بكتير من اللي انت كنت هتاكله. يعني انت لو دخلت العطاره هتشم نفس الريحه عادي. طب بالله عليك انت كنت هتغدى ايه النهارده؟ هاكل سندوتش بانيه. لا بعيدا عن ان انت ما بتاكلش، يعني الغدا ايه في المطعم النهارده؟ مكرونه محمره. لا تؤكل وخضار الاسبوع. او هي بتتاكل بس مقارنه بالبيت فما بتتاكلش. وخضار الاسبوع كلهم مجمعين في يوم واحد. تورلي تقريبا ولا مش تورلي؟ لا هو بيبقى بواقي الاكل بقيه الاسبوع. يا عم ما تظلمهمش يا عم، سيب الناس اللي ما تعرفش تاكل وهي ساكته. مش ما اعتقدش ان الكلام ده صح بس قشطه يعني. شويه طحينه ما تتاكلش نص. بسبوسه بسبوسه عصير، بسبوسه هناك ادي عصير وادي البسبوسه. حلو قلبنا. هسخن الميه في الكاتل وكوبايه بعد كده. مش عارف كده. فاحنا هنسخن الميه في الكاتل وبعد كده نبقى نكبها هنا، فسيبه هنا ياخد وش عقبال ما الميه اللي في الكاتل تغلي شويه عشان نلحق ايه كده. في واحد كان قال لي ان ايه، انا خايف بس المشترك يولع عشان كاتل وسخان في حله واحده، فكده اوفر دوس يعني احمال على الكهرباء. اللي معايا في الاوضه كان قال لي ان هو حوار ان الميه تسخن في الكاتل دي مش افضل حاجه، عشان الميه تبقى بارده وتسخن مع الاكل فتفهم فتنضج. فاحنا دلوقتي مزنوقين فهنرتجل لهذا الموضوع. انا اللي محتاج انضج صح؟ كلنا محتاجين ننضج. كاتل هيخلص هنصبه هنا ونديها غطا كده شويه تستوي، وبعد كده ننزل بالصلصه والفراخ، ولو عايز تحط رشه توابل يبقى كان بيها، وهرجع لك تاني. ده احنا عادي واحنا مستنيين الكاتل يخلص. مش عارف قول حاجه للكاميرا بما انك كاميرا. تعال قول حاجه للكاميرا بما انك كاميرا. مش عايز اقول حاجه. طب نطفي هذه الدرجه. يلا بينا ولعنا النور عشان ايه؟ عشان الاضاءه ابتدت تروح والكاتل خلص، وهتنزل يا معلم بالميه السخنه نار 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 نار. يا نهار ابيض. ايه؟ حاسس انها سمج؟ انا بقول برضه كده. حلو. تقلب ايه بقى؟ انا حاسس ان انا كترت في الميه سيكه. بخر كله من وقتي. وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب غطا حله زياد ونحطها هنا، ونحط المعلقه زي ما ماما بتعمل كده. اي ماما بتعمل بتحط المعلقه فوق. فتحياتي لاي ماما بتتفرج عليا وسايبه اللي وراه واللي قدامها بتتعلم من مزون. ده شرف كبير ليا بجد والله. تصدق نفسك؟ انا وانت لا صدقني نفسك يالا ولا ايه؟ هم طبيعيين اللي انت عملتهم في حياتك. بس بقول لك ايه، انا من كام سنه ثانويه عامه تقريبا ولا في ثانيه ثانويه عامه تقريبا، عملت طبق مكرونه ايطالي كنت شايفه على التيك توك. بقول لك ايه، اخواتي يعني تقريبا ما دوقوش طبق في الجمال ده قبل كده. انا عملت شوربه عدس الاجزاء كده كانت ايه؟ شوربه عدس كانت حلوه فشخ. احنا محتاجين ننمي مهاراتنا الطبخيه. هنسيبه على هذا المنوال لغايه ما يستوي. قد ايه مده انا ما اقدرش افيدك بصراحه لان انا ما زلت مستجد. تمام. لا هو السخان على اخره وانا على اخري وانت على اخرك. نرجع لما يخلص. انا اكتشاف مهم جدا ان الحركه دي مش ألذ حاجه، لان المعلقه حديد فالمعلقه دلوقتي بقت سخنه انا مش قادر امسكها. والحاجه الثانيه مهمه جدا ان انا نسيت احط فص الثوم. هنعمل كده بكل بساطه. حط اللي اسمه ايه هنا وتجيب المبشره يا معلمي وهاتك يا بشر. فاهم؟ ما اعرفش انا بعمله صح ولا غلط، بس يعني ما يدورش عشان احنا اللي هناكل في الاخر. حاج غريب هياكل. وبعد كده يا سيدي هتقلب قلب يعني قرار غير حكيم. فاهمني؟ فانا محتاج ورقه. قلب فص التوم بس حاول تدوبه في البتاع. يعني المبشره ما سعفتنيش قوي وبشرتوش زي ما انا كنت عايز، بس تمام يعني. خليه كده وسط التسبيكه يديه طعم. البطاطس عامه يعني لسه فيها شويه. البطاطس يعني لسه فيها شويه، فلسه قدامها شويه كده. فايه تقريبا ده القرآن اشتغل قبل المغرب، فاحنا كده ده علامه انذار ان احنا المفروض نخلص بسرعه. تمام. هنكمل تغطيه دقيقه واحده كده بس وتمام. هنسيب المعلقه هنا بقى عشان حرمنا بتاع 5 كده ولا حاجه. شوف هتستوي في قد ايه ونبقى نرجع لها. قبل ما نبص على الحله وانا كده قلبت يخرب بيت اللهجه اللي باظت من هنا. هنرحب بالاخ مريول. شكلك مش باين بس خلاص. امسك يا زيد ولا انت ظبط الكادر زي ما بتتعامل. هنفتح اللي اسمه ده الحله. تمام.
يا عم انا فاصل، الحقوني انتوا بس باي حاجه، الحقوني على طول. دي تقليبه هتبص تلاقي ان البطاطس يعني خلاص استوت، بقت حاجه بقى لها تكه بسيطه، او خلاص ممكن تاكلها كده لو انت عايزه ايه فيها سنه مقاومه. يخرب بيت مصطلحات. مدرس فيزياء. فاهم. والله يا ابني الرياضه وحشاني، عايز ارجع اذاكر رياضه تاني. هنعمل ايه بقى يا معلم دلوقتي؟ هننزل بالبانيه. انزل. مش لازم الكلمه اللي والله كنت هاخد حته البانيه دي احطها في بقي. اديها تقليبه معلمي. تمام يلا تقريبا كده حلوه، بس خلي بالك كل ما الطاسه وسعت منك كل ما يكون افضل عشان تعرف يعني تحتوي الكميه اللي انت عاملها. تمام حلو. وبعدين بقى ولا قبلين انزل بصلصتك الجميله اللذيذه. حاول تفرق اماكن الصلصه عشان لو معكش حاجه عدله تقلب بيها او المكان ضيق ايه يعني ما تعملش زي ما انا عامل. بالظبط، لان انا سرحت. يا عم عادي اتكلم عادي، بس اهم حاجه بس ما تسمعناش يعني وسخه لسانك. لا يا عم احنا صايمين يا عم. بص المنظر يا نهار ابيض. ايه رايك يا مريم؟ جميل بينقي كلماته قبل ما يتكلم. انا شايف ان كده خلاص احنا بس الحمد لله احنا يعتبر انجزنا قبل الفطار، وده انجاز ان انا اخلص قبل الفطار، ده انجاز. والله اعتقد ان التركه كانت في الميه السخنه. ملح فلفل شطه. انت راجل محترم، مع اننا حطينا التوابل دي اساسا. حطها تاني. ريحه بطاطس الفراخ. فلفل خالص، نسيت اجيب فلفل. انت عندك توابل؟ انا ده الاذان صح؟ الاذان. اهدى. استنى وانا ماليش افطر ولا ايه؟ ده سنه كمون دلع الزبون. ده سخان بكر. عمال ياخد في حسنات بكر. انت عارف ان انا سمعت الحوار ده بس مش متاكد من صحته يعني. بيقول لك ان انت لما تسلف حد حاجه طول ما هو بيستخدمها انت عمال تاخد في حسنات. دي توابل فراخ مش زعتر. حط يا باشا توابل حط فراخ للمره الثالثه. محتاجين نشرب ميه على كميه التوابل اللي احنا حطيناها دي. يعني ولا العصير أذان؟ بتاع المدينه هيرويك. ده عصيرك انت صح؟ ده عصيرك انت. ماشي. انزل لي يلا. وانا المفروض اقلب صح؟ المفروض. وانت واقف معايا بتعمل ايه؟ انا دماغي مسحوره في التوابل. انت ماشي صح عشان تديها كراست من تحت. ايوه. انزل يا معلم بالزعتر، وهنديها دقيقتين عبال ما ايه نولع التلفزيون ونظبط القعده ونشرب العصير. ده مانجا ون ايه، وبعد كده نبقى ناكل. يعني ايه مانجا خضرا مؤاخذة؟ يا نهار ابيض يا زميلي. انت فتحت لي ايه ده؟ انت بتقول لي ارميها اصلا؟ طب انت بتاكل ليه؟ مش المفروض هنتفرج كلنا ونقعد ناكل سوا؟ ده انت عاملها ايطالي. عارف انت فكرتني بايه؟ بنسر السين. شيله في المونتاج. بص هي قلبت معايا ريحه سمك او تتبيله سمك مش عارف ازاي، بس هي الشكل حلو. ربنا يستر على معده البني ادم يعني. على اساس ان انت بتاكل اكل العيد اللي هنا. تمام كده هتقوم عامل كده وتسيبه دقيقتين عبال ما احنا نولع التلفزيون ونظبط القعده. اعتقد كده تمام خلاص. يبقى عليك يا معلم وعلى ايه؟ على ان انت تنزل في الاطباق. برضو انت عايز تاكد تشوف البطاطسايه هتقطع معاك ولا لا. يلا بينا ايه نكمل فطار بقى او نبدا فطار. استنى نضفوا الخزان. نضفوا الخزانات. المهم بس بص الاكل عامل ازاي دلوقتي، سيبك من الخزانات. ايه رايك يا مريول؟ الصلاة على النبي. ايه رايك يا مريول؟ فشيخه. ايه رايك يا زوز؟ على الاخر ها. وانت طرش ما بيهزرش. لا بس بجد ايه رايك في ده؟ اظن الطاسه والطبق وانت الطاسه فاضيه بعد ما كانت كده يوحي المدينة عادي زي ما هو. ما بتلحق بطاطس ما اشوفش وش. بتلحس الطبق ليه طيب يا مريم؟ بس يا جدعان I think that's enough for today. دي حلقه لذيذه تمام، وهنشوف بقى هنعمل ايه في بقيه الحلقات. ف لايك شير كومنت سبسكرايب والحاجات اللذيذه واللي مش في كل حلقه دي. بس يا سيدي كان معاك مازن مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه مع السلامه. يا رب ما حد يطلع يتريق من الاول.